ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من كورس فوتوشوب. النهارده هنتكلم عن جزء كده مخصص شويه. لو انت حابب تغير في لون الصوره او هتكون متجه في الديزاين لشغل المانيبيوليشن او الدمج، يعني انت محتاج تلعب في جزء من لون الصور. الا هو احنا كنا شرحنا قائمه الافكتات دي. تاني بقى اسمها الادجستمنت لاير. دي بتكون منحدره شويه للالوان بشكل مخصص. زي مثلا عايز تعمل مثلا صوره دلوقتي، انا عامل صوره زي دي، عاملها ابيض واسود. دوس ادجستمنت لاير وبتدوس بلاك اند وايت، عمل لك ابيض اسود. بسيطه. طيب عايز مثلا الكالر بالانس مثلا. بص، عايز دي ملهاش شرح، انا هشرح فيها ايه؟ ما انت حاجه باينه قدامك، فاهم يعني؟ هي حاجه بالتجربه كلها. طيب الهيو اند ساتوريشن دي بتكون مثلا مخصصه، مثلا لو انا مثلا في لون معين عايز اغيره، مثلا بدوس على الاداه دي، بختار اللون مثلا اللبني. هو كده خلاص هنا ارى ان هو ماسك اللون اللبني بس. وهتيجي تعمل كده، هتبقى غير لون لبني بس. طب هتقول لي ايه الفرق؟ مثلا عملنا دي كده في الاول خالص، وانا نغير هتبقى غير الصوره كلها، كل حاجه بتتغير في الصوره. انما لو جيت دوست على دي واخترت دي بس، هو هتلاقيه بيغير الازرق بس، يعني وش ما يحصلوش حاجه، اللون بس هو اللي بيتغير، سواء بيفتح او بيغمق. فاهم؟ طيب الكيرفز دي لها علاقه بالاضاءات، لو عايز تغمق الصوره تفتح الصوره الكلام ده كله. الليفلز برضو لها نفس الحوار ونفس الكلام ده، يعني برضو بتلعب في الحوار ده كله. دي كلها حاجات فاهم مع التجربه، يعني حاجات مش هقدر اشرحها لك شغل اكاديميك واقول لك تتعمل بالملي، هي فاهم بالتجربه. بس انا بقول لك تجيبهم من، لو انت عايز مثلا تغمق الصوره وتفتحها او الكلام ده كله، تجيبهم منين. والجريدينت لو عايز تعمل جريدينت من نفسها على طول، بس يفضل انت تعمل لاير جديده، تختار جريدينت وتعمل بنفسك انت، يعني يعني اللي هي احنا عملناها في اول حلقه دي، اللي هي دي كده. فاهم؟ والسوليد كلر، السوليد كلر ده يعني لون ساده، لكن انا عايز اعمل مثلا طبقه لون اللبني مثلا، بقت سوليد كلر في الاول. مثلا عايز اعمل دي تكون اسود مثلا، بس عايز بقى امسح الحواف تكون بس الحواف باينه سودا، فانا همسك الماسك بتاعها زي الفرشه، زي ما كنا بنعمل في الصوره. وتاخد بالك هنا قصدي هنا كلها بيضه، في الماسك ابيض. عايز امسح منها اختار اسود، اختار انا لون اسود، وانا مثلا اعمل كده مثلا. او مثلا لو عملنا مثلا كده، بص عامله ازاي، اللي هو كل حاجه سودا. الكالر فيل هنا واخد ان هو واخد امر الكالر فيل اسود، بس انا قايل له ماسك ان انت تمسح الحته دي تخليها ابيض، على حسب لون الفرشه برضو. الفرشه لو هارد عملتها كده، بص الفرق. بص هنا الفرق كمان، في الفرق بين دي ودي. دي اسمه دي هارد والتانية سوفت. وهي بس كده. ده كان قسم الادجستمنت لاير، ان انت تقعد تلعب في الوان وفي الاكسبوجر في الاضاءات والكيرفز والكلام ده كله، على حسب مود الصوره رايح فين، على حسب انت عايز تغير انهي لون، عايز تفتح الصوره، عايز تغمقها، عايز الكلام ده كله. وكل ده، كل اللي اتشرح ده او اللي لسه هيتشرح، هيتجمع في اخر فيديو كده مجمع، هنعمل فيه ديزاين، هنطبق فيه كل اللي احنا اتعلمناه. بس كده. ده كان فيديو جديد من الكورس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك سبسكرايب، وتبعت الفيديو ده لكورس حد من صحابك لو مهتم بمجال الجرافيك ديزاين. اشوفك الفيديو اللي جاي.